تعالى اقولك ازاي بقى هنعمل مع بعض البسبوسه بالقشطه زي بتاعه الحلواني واحسن كمان. طعم القشطه بتاعتها كده غنيه كده وكريميه وبجد تحفه. يعني لو بتعملي البسبوسه كده هوت وبتطلع منك ناشفه ولا فيها اي مشكله، تعالي شوفي الوصفه دي بجد هتستفادي منها. وبصوا بقى كده اللون عامل ازاي من تحت ومن فوق، حاجه كده بجد تحفه. بقى هتاكليها وهي بارده كده او وهي لسه سخنه، بجد في الحالتين كده كانت رهيبه. هقولك سر التسوية بتاعتها المظبوطة اللي تطلع معاكي باللون التحفة ده، وازاي تشرب معاكي كده الشربات كله كده هوت وتبقى معاكي مرملة وزي كده ما انت شايفة. اهم حاجة بقى كده الفيديو ده لو عجبكم متبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. اهم حاجة بقى كده نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجة كده هوت معايا نص كيلو من دقيق السميد. النص كيلو دول عبارة عن 3 كوبايات كده الا يعني ربع او الا شوية، اهو زي ما انتم شايفين كده هوت. انا عيرتهم معاكم كده هوت. هنبدأ بقى نخلهم. انا بحب كده انخل اي كده حاجة بجيبها سايبة، وانا جايباه سايب كده من عند العطار. هحط له بقى كده نص كوبايه من جوز الهند او اقل شويه، يعني ممكن ربع كوبايه نص كوبايه زي ما انت حابه. بس هو كان خشن شويه معايا، ضربته كده في الكبه خليته ايه يعني يبقى متوسط برضو مش ناعم قوي. وحطيت كده رشه من الملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. نيجي بقى للمادة الدهنية. معايا كده كوباية الا ربع من المادة الدهنية، انا خليتها خليط سمنة على زيت. عايزة تخليها سمنة بس براحتك، عايزة تخليها خليط زي ما انا عملت براحتك، بس ما ينفعش تبقى زيت بس. بعد ما قلبت كده المواد الجافة مع بعض، هنزل بقى كده بخليط السمنة كده هوت. وطبعا يا ريت يكون فيهم معلقة كده ولا معلقتين كده إيه سمنة تكون بلدي او اي سمنة متوفرة عندك تكون طعمها حلو. هقلبهم كده كويس وبعد كده هبدأ افركهم بايدي ان انا ابسهم. اهم حاجة عايزة في الاخر كل حبات السميد دي تتغلف بالمادة الدهنية، ميبقاش في حبة كده وحبة كده. هقلبه كده كويس وبعد كده ممكن بايدينا كده نفركه كده كأننا بنبسه بنبسه الكحك. بالمناسبة بقى كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. الفترة اللي جاية هنزل لكم بقى بنواعم العيد، الكحك بقى والبسكوت وحاجات بقى كده مضمونة ومتجربة بقى لها سنين معانا، والبيتفور وكله. بس دعموني كده وشجعوني واعملوا لي بقى لايك للفيديو دوت. ولو انت لسه اول مرة تشوفي قناة طبعا يشرفني اشتراكك في القناة. هنا معايا بقى كوبايه كده الا معلقتين من الميه، وكوبايه برضو كده الا معلقتين كبار من السكر، وعليهم معلقه من عسل الجليكوز. بس معلقه العسل الجليكوز دي كده إيه يعني مكلبظه شويه. الميه دي عندي سخنه شويه عشان تدوب لي السكر والعسل كده بسرعه. وحطيت عليهم نقطتين من الفانيليا. عبال ما قلبت والعسل داب والسكر كانت الميه دي بقت كده دافيه، اللي هي يعني مش سخنه قوي، يعني عايزين ننزلوا بيها كده على المواد اللي جافه وهي يا دوبك كده دافيه بارده، ما تبقاش سخنه مولعه. هقلب كده تقليب بسيط لحد بس المكونات كلها تختلط ببعضها كويس. اول ما المكونات تختلط كويس هوقف تقليب خلاص، مش هقلب تاني. بس انا بس بتأكد ما يبقاش في حاجة كده ولا كده مركونة على جنب. وده كده الخليط بتاعنا. ابدأ اخد بقى كده معلقة سمنة دهنها في الصينية اللي انا هشتغل بيه. لو انت حابة سمك ال البسبوسه بتاعتك يكون عالي عما انت شفتيها معايا، صغري الصينيه. انا كنت عامله في صينيه كبيره مقاس 30 في 30، فكانت سمك البسبوسه نفسه كان يعني كنت عاملاه رفيع قوي. المهم بقى انا هاخد نص الخليط ده كده وهفرده في الصينيه اللي انا دهناها كده بالسمنه. زي ما انتم شايفين كده اهوت، يعني انا فردته سمك كده رفيع. لو انت حابه تخليها عاليه عن كده يبقى صغري الصينيه شويه عشان خاطر تديكي سمك اعلى وتعرفي تفرديها كمان في الصينيه. دخلتها بقى الفرن كده على درجه حراره 180. وهنا هبدا اعمل الكريمه. معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق من اللبن، وهحط عليهم معلقتين من السكر، وهحط عليهم معلقتين من الدقيق. متقلقيش خالص من طعم الدقيق، بجد بيخلي الكريمه طعمها احلى بكتير من لما تبقى نشا بس. وهحط بقى نوت النشا 4 معالق من النشا زي ما انتم شايفين كده. وانا بحب انخل زي ما قلت لكم اي حاجه كده بجيبها سايبه من عند العطار. وهحط كده نقطتين فانيليا، لو عندك سايله او بودر استخدمي اللي تستخدميه. هقلبها كده كويس الاول على البارد، وبعد كده هبدا ارفعها على النار. عايزه اقولك الكريمه دي بقى تقدري تعمليها لاي حشوه انت حابه تعمليها. بعد ما رفعناها كده على النار، وهبدا اقلب كده تقليب مستمر عشان ما يكلكعش معانا. هتبدا بقى القوام كده يتقل معانا كده هوت وتبدا تغلي.
لما كده هو توصل للمرحلة دي اللي هي تبدأ تتقل بالشكل ده وتعمل فقاقيع كده، تبقى هي استوت معانا. احنا هنضيف لها بقى كده حاجة كده عشان نعزز الطعم، هحط لها معلقتين من القشطة بتاعت وش اللبن. لو انت ما عندكيش وش اللبن وحابة تشتري العلبة في قشطة كده بتتباع في السوبر ماركت في التلاجة بتاعت الزبادي، برضه بيبقى سعرها مش غالي، ممكن تجيبيها وتحطيها هتديكي برضو نفس النتيجة. بصوا بقى هنا الصينية طلعتها واخدة كده من الحروف كده هوت لون من تحت، خلاص كده هوت هي اتشمعت معانا. ابدأ بقى انزل عليها بالكريمة، انتوا شايفين منظر الكريمة نازل عامل ازاي بجد كده، عايز يتاكل لوحده كده. طعمه حلو جدا ومظبوط، القوام بتاعه مظبوط وحلو جدا، يعني بيبقى في اي حلويات. خلاص بقى كده هنزل بقى بكمية الكريمة كلها وهفردها بالشكل ده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، القوام بتاعها بجد ممتاز جدا. وتقدري بقى تعمليها لو انت حابه تحشي جلاش او كنافه او اي حاجه انت حابه تحشي بجد طعمها حلو قوي. خلاص بعد ما افردها كده هسيبها بس لمده دقايق كده هوت، بس مجرد ما الوش بتاعها يعني يتشمع، يعني هي ما بردتش بس ايه الوش بتاعها كده، ان انا احط صبع عليه ما يبقاش فيه يعني ما يلزقش في ايدي. هنا بقى دقيق السميد اهوت او بقيه البسبوسه اللي معانا. هبدا بقى اخدها، لو فضيتها كده مره واحده هتتلخبط على الكريمه. هاخد حته حته كده وابدا احطها بالشكل ده، يا اما تاخديها على كف ايدك كده زي ما كنا بنعمل زمان الحجازيه اللي عارفها يعني، بتاخدي الحته كده على ايدك وتبططيها وتحطيها، ودي جنب دي دي جنب دي كده، هتسرع معاكي كمان اكتر من المعلقه. بس انا هبدأ احط بقى كده حتت كده اهوت، هتبقى شكلها في الاول كده منكوش، وبعد كده بعد ما اخلص توزيعها كلها هبدأ افردها يعني ايه بظهر معلقة كده ولا حاجة. ممكن برضو كده تبلي ايدك كده ميه وتبداي كده تبططي كده عليها كده اهوت بحرف ايدك، عشان خاطر ايه تتساوي معاكي بالشكل ده. خلاص انا كده سويتها. هي الطبقه من فوق خفيفه جدا، يعني انتي لو حابه بقى يا تصغري الصينيه يا تزودي المقدار حتى النص، يعني اعملي نص المقدار تاني زياده. طبعا بقى الفرن لسه شغال من ساعتها، من ساعه ما طلعت يا دوبك فضيت الكريمه وكده، والفرن برضو شغال. هدخلها برضو تاني نفس درجه حراره 180، وبعد شويه هبدا اشغلها الشوايه. بس انا ما شغلتش الشوايه اول ما دخلتها، يعني هدخلها كده شويه وما الاقيها تبدا تاخد لونه من الجناب، الجزء التاني ياخد برضو لون، هبدا بقى كده ايه اشغل الشوايه كده على نار متوسطه. لما تقرب قبل ما افتح الشوايه بشويه هولع على الشربات كوبايتين من الميه وكوبايتين من السكر، وعليهم كوبايتين ونص من الميه، ومعلقه كده واحده من العسل الجلوكوز، ورشه كده من الملح الليمون او ربع معلقه من ملح الليمون. اول لما بتغلي كده بسيبها كده هوت 5 دقايق وبطفي عليها. بصوا بقى كده هوت طالعه بقى من الفرن عطشانه. هسيها بقى الشربات بتاعها وهنزل بكميه الشربات كلها. طبعا الوش عشان خفيف بصوا من فوق كده تحسي فيه تشقيقه بسيطه، بس هي بعد كده لما هتشرب الشربات بتاعها هتلم تاني. حطيت كده اهوت يعني ايه نص معلقه كده من السمنه البلدي، يديها كده ريحه كده وطعم. عايزه اقول لكم ما تقلقيش، الشربات هيتشرب من تحت زي من فوق واكتر كمان من تحت. يعني هي كده كده ايه الشربات هيمشي بقى كده ويتغلغل جواها، بس انا هسيبها كده اغطيها لحد ما تشرب كل كمية الشربات. هنا بقى بص شربت كمية الشربات، بس طبعا هي لسه سخنة. إيه الاولاد بقى ما كانوش صابرين عايزين يدوقها وهي سخنة، وطبعا هي لازم تبرد عشان تطلع متماسكة، فانا قلت مش مشكلة بقى احنا وحظنا اطلع لهم بقى ايه طرية ومش مشكلة. بصوا بقى طالعة بجد عايزة اقول لكم طعمها خطير. هي بجد ريحتها ما كانش يتصبر عليها يعني، فهم حقهم ان هم ياكلوا منها وهي سخنه. بصوا عامله ازاي دايبه بجد، وعايزه اقول لكم طعمها خطير بجد، لو ما جربتوهاش هيبقى فاتك كتير. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، عشان خاطر بجد القناه بقى لي فتره كده اهوت ايه يعني نفسي افعلها ومش عايزه تتفعل. المهم بصوا بقى هنا بضغط كده على الكريمه كده سايحه كده وجميله وفي نفس الوقت متماسكه، يعني مش عارفه سايحه ومتماسكه ازاي، بس هي بجد القوام بتاعها يا جماعه بجد خطير. طلعنا بقى حته كمان وبعد كده هسيب الباقي بقى لما تبرد كده اهوت براحتها. بس بجد هي طلع طعمها بجد تحفه. ولو انت حباها من غير كريمه تقدري تعملي نفس اللي احنا عملناه، بس تستغني عن خطوه الكريمه، تحطي بقى البسبوسه كلها مره واحده وتعملي نفس اللي احنا عملناه ده كده اهوت.
بس بجد هي بالقشطه كمان طعمها حلو قوي. انا وريتها لكم بقى وهي لسه سخنه، وهوريها لكم كمان لما تبرد. يعني لو انت جايلك ضيوف وعملتيها قبلها بيوم كده اهوت، او عملتيها من الصبح مثلا وهم جايين اخر النهار، بجد يعني هتعجبهم جدا. بصوا انا وريتكم التسويه بتاعتها عامله ازاي. عايزه لكم كمان الكاميرا مش مبينه والله جمالها كده اهوت. بس هي بجد خطيره، يعني الكاميرا بجد ظلمه. بص شكلها عامل ازاي، تسويه من فوق ومن تحت، بجد يعني تحفه. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها، وبعد ما تجربوها يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات طلعت معاكم عامله ازاي. بصوا الجمال. طبعا ده كده هوت، يعني انا كنت عاملاها بالليل كده هوت قبل السحور بشويه، اكلنا منها وهي سخنه حتتين، وسبتها بقى لتاني يوم كده هوت. بقى حبيت اوريها لكم. بصوا تاني يوم عامله ازاي. انا طبعا كنت مزيناها بقى بالفستق والكذاب اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده هوت. بجد يعني بيبقى حلو جدا في كل الحلويات. بتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.